النهارده هنتكلم عن عبد الحليم الممثل. هو طبعا عبد الحليم مطرب زي ما احنا عارفين، لكن اتعرض عليه افلام انه يعملها عشان تبقى افلام غنائيه. الافلام الغنائيه برضو مطلوبه ومحبوبه. اتعرض عليه فيلم لحن الوفاء وفيلم ايامنا الحلوه في سنه واحده. كان عبد الحليم يعني نجمه كان بيكبر بسرعه، يعني الناس اتهفتت عليه بسرعه جدا. لما الاغنيه بتاعت على قد الشوق عملت ضجه وسافيني مره وتعرف بقى عبد الحليم، بقوا يعني عايزين منه ان هو يعمل العقود دي، يمضي العقود ويعمل الافلام دي. عمل فيلمين، ايامنا الحلوه وعمل لحن الوفاء كان مع شاديه، وايامنا الحلوه كان مع عمر الشريف واحمد رمزي، وكان كلهم وجوه جديده في الوقت ده. وكان عبد الحليم بقى هو المطرب اللي فيهم، ولكن عبد الحليم برضو كان تمثيله حلو. هو ما دخلش مع التمثيل ولا اتدرب في ورش تمثيل ولا اي حاجه، هو اتعلم بالفطره التمثيل، وكان تمثيله الى حد ما 90% كويس جدا على انه مطرب مش ممثل. وكان عبد الحليم بيقول ان هو برضو دقيق جدا. اصحابه بيقولوا خاصه مجدي العمروسي بيقول كان دقيق جدا في شغله، مش علشان هو مطرب، طبعا هو كان بيعيد البروفات كتير قوي عبد الحليم علشان يطلع بحاجه كويسه. برضو التمثيل ما سلمش في الموضوع ده، كان برضو بيبقى يعني بيحب ان التمثيل يطلع بصدق، بيحب ان التمثيل يطلع بحراره، بيحب ان هو يبقى فعلا كويس. فكان عبد الحليم في فيلم الخطايا كان حسن يوسف، هو لسه ما يعرفش حسن يوسف قوي، عارفه ان هو حسن يوسف يعني الممثل وخلاص. طلب منه ان هو يكلمه في التليفون وقال له يا حسن انت تعمل معايا الدور ده. قال له تمام. اتصل بالتليفون، مامة حسن اللي ردت عليه انا عبد الحليم ممكن اكلم حسن؟ قالت له اتفضل. فراح قال لها يا ماما انت مش عارفه ده مين؟ ده عبد الحليم اللي بيكلمك. قالت له والله يا ابني ما اعرفش، ما خدتش بالي انه عبد الحليم. لا ده عبد الحليم انتوا كلكم بتحبوه، هو اللي على التليفون. المهم كلم عبد الحليم. عبد الحليم قال له ايه رايك تيجي عندي؟ قال له اجي. راح حسن يوسف لعبد الحليم في البيت، قعد معاه وقال له انا عايزك تاخد الدور ده. حسن يوسف استغرب وقال الدور يعني عايز يقول ان الدور حلو بجانب عبد الحليم، يعني مش تنميد بس، لا هو ملازم الدور. دور حسن يوسف في فيلم الخطايا كان دايما مع عبد الحليم. فعبد الحليم قال له بس انا عايزك تبقى معايا، ما ايه رايك تبات معايا النهارده؟ قال له ابات معاك. هما بيقروا السيناريو يعني. اليوم ده جري 7 ايام، قعدت عند عبد الحليم 7 ايام علشان عايزنا نطلع على الشاشه اخوات، عايزنا مش بس اصحاب، لا عايزنا اخوات، فعايز الحاجه دي بصدق. ففعلا كان تمثيلنا في فيلم الخطايا كان فعلا اقرب للحقيقه. انا قعدت معاه اسبوع في بيته على روايه حسن يوسف، بيقول قعدت كانه اخ، باكل وبشرب معاه، وكنت بشوفه بيعمل ندوات علميه وثقافيه بيجي فيها كبار الكتاب والملحنين والموسيقيين، وكان بيقعد معاهم حسن يوسف مستمتع جدا بالاعداد دي. وكان عبد الحليم برضو بيقوم اثناء البروفات، بيقول كان بيقوم يصلي واقوم اصلي معاه الفروض كلها، ما بيسيبش اي فرض عشان عنده ندوه ولا علشان عنده بروفه. فكان برضو عبد الحليم بيقول اليوم معاه كان جميل جدا، وكان بيقول له اقعد اتفرج على البروفه يا حسن، اقعد تعالى معانا الندوه يا حسن، ياكل مع حسن، يشرب، يفطر، ينزلوا النادي سوا. اتصادقوا صداقه رهيبه. قال انا حبيت عبد الحليم قوي، انا كنت عارفه وبحبه كمطرب، لكن كمان حبيته كانسان. وعبد الحليم بقى علشان عايز كان الافلام بتاعته تبقى كمان على مزاجه هو، ما حدش يشاركه، اشترك في شركه صوت الفن كمنتج، انتج. هو كان مساهم في فيلم، اول فيلم انتجه كان دليله. قال عشان انا كان نفسي انتج فيلم ملون، فكان ساعتها سينما سكوب لسه نازله، فانتج الفيلم بتاع دليله هو وشاديه، ده كان انتاجه هو. وبعد كده اشترك في صوت الفن مع استاذ مجدي العمروسي والفنان عبد الوهاب، وعملوا فيلم ابي فوق الشجره. بيقولوا ان فيلم ابي فوق الشجره تكلف ميزانيه فوق ال 175,000، وقتها كان ده رقم كبير قوي. بس عبد الحليم ما كانش بيهمه الكلام ده ابدا. كان مجدي العمروسي بيقول عبد الحليم كان متعب في دقته، يعني كان لو مثلا كومبارس لابس حاجه مش عاجباه يقول له لا غيرها، لا الكادر ده مش عاجبني، لا يقول له يا استاذ عبد الحليم ما تعديها، يقول له لا مش هعديها ازاي. فكان دقيق جدا حتى في التمثيل. يعني كان ممكن يقول التمثيل مش شغلانتي زي ما يطلع بقى المخرج شايفه يطلع، لا كان عبد الحليم دقيق جدا في عمله، ولكن في نفس الوقت محبوب. كان بيسأل على الكومبارس لو غاب، بيسأل على العمال هما فين فلان، طب شوفوه ماله، طب عنده ايه مشكلة. بصراحة يعني كان محبوب جدا على المستوى الإنساني. فده كانت بدايه تمثيل عبد الحليم. فعمل بقى 16 فيلم بعد كده، مرورا بقى بمعبود الجماهير. ده قعد استغرق 4 سنين عبد الحليم بيمثل معبود الجماهير، طبعا عشان كان تعبان، كان بيسافر كتير وبيقطع تصوير كتير واشتد عليه المرض اوقات كتيره. فقعد الفيلم تصوره 4 سنين بس، ما حسيناش اختلاف بصراحه في الفيلم، حتى لا في الشكل ولا في الاداء ولا في اي حاجه. الفيلم باين كانه سنه
يعني اتعمل في سنه واحده مش في 4 سنين. مرورا برضو بحكايه حب، وكان فيلم حكايه حب ده هو الفيلم اللي يعتبر اقرب لحياه عبد الحليم زي ما قلت لكم قبل كده، لانه كان فيه تشابه، وخاصه اغنيه يوم في شهر في سنه، أغنية بتحكي مرارة مرض عبد الحليم، طموحه، أحلامه إن هو يعيش عمر أكبر من كده، ولكن السيرة أطول من العمر. هو فضل معانا عايش بصوته وبأغانيه وبمحبين لحد دلوقتي أهم بيسمعوني وبيسمعوا غيري وبيشتركوا في الجروبات. فعمل أفلام حلوة، موعد غرام، عمل يوم من عمري، فيلم جميل جدا أنا بحبه عن نفسي قوي، هو وحكاية حب، فيلمين من أروع أفلام عبد الحليم. فيلم شارع الحب كان فيه كوميديا حلوة، فيلم أيام وليالي كان فيه كوميديا حلوة، موعد غرام كان فيه رومانسية جميلة وشيء من خفة الدم. أفلامه كلها حلوة. اكتبوا لي في التعليقات إيه أكتر أفلام بتحبوها لعبد الحليم وليه السبب، وأكتر فنانة غنت مع عبد الحليم مين حبيتوها، ومين أكتر فنانة لايقة على عبد الحليم في الأفلام. أتمنى إن انتوا تشاركوا بالتعليقات بتاعتكم وده تفاعلكم معايا. أتمنى إن انتوا تتابعوا القناة وتعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وأي سؤال عندكم يا ريت تسألوه في التعليقات. اتمنى ان انتوا تتابعوا القناه، وشكرا للمتابعه.